ريبيرو يفجرها بنسبة كبيرة. مصطفى شوبير هيكون هو الحارس الأساسي. تعرف على ما يحدث. بص يا جماعة، ريبيرو مدير فني أسباني نقدر نقول عليه كده، عاوز يحول النادي الأهلي للمان سيتي لسان داونز أيام عزه في الاستحواذ على الكورة وكده. ريبيرو شايف ان حارس المرمى لازم يكون بيجيد اللعب بالقدم، وهو شايف ان مصطفى شوبير دلوقتي حارس متميز للغاية في اللعب بالقدم، فضلا عن تألقه في حراسة مرمى النادي الاهلي وقيادته للفريق للفوز بدوري ابطال افريقيا، اخر بطولة افريقية حصلها النادي الاهلي على حساب الترجي في النهائي. كان نجم البطولة دي مصطفى شوبير، وتصدى لتصديات إعجازية كانت سبب رئيسي في فوز الأهلي بأفريقيا. لذا ريبيرو شايف إن كل المواصفات المطلوبة في حارس المرمى اللي ناوي يعتمد عليه في طريقة لعبه الجديدة، واللي بتعوز حارس مرمى بيجيد اللعب بالقدمين علشان يساعد الفريق في بناء الهجمة، كل الشروط تنطبق على مصطفى شوبير.